جئتنا نورا مبينا تغرس الإيمان فينا أحرص الناس علينا أقرب الناس إلينا كل نفس تقول نفسي إلا. السلام عليكم واهلا بكم. اليوم ان شاء الله راح نشوفوا مع بعض طريقه تحضير هذا الخبز بالثوم المحشي باللحم المفروم. الذوق ديالو رائع جدا، مميز جدا جدا، نتمنى انكم تجربوه. فاذا حبيتوا تشوفوا معايا الطريقه بقوا معنا فيديو وفرجه ممتعه للجميع. بالنسبة لمكونات العجينة رايحة نسحق 2 كيسان من الفرينة ما يعادل 2 كوب، عندي نصف كوب من الماء الدافئ، ملح، بيضة واحدة، ملعقة كبيرة من السكر، ملعقة كبيرة من الخميرة، و3 ملاعق كبيرة من الزيت. أنا هنا استعملت زيت الزيتون. بسم الله. نحط الخميرة والسكر مع الماء، نحركهم مليح ونخليهم يتفاعلوا جانبا. بسم الله. في إناء الخلاط نحط الفرينة، هنا ممكن تعجنوها باليد، الملح، البيضة مع الزيت، نخلطهم شوية مع بعض. بسم الله. من بعد نضيف الخميرة والسكر والماء اللي راهم تفاعلوا مع بعض. بسم الله. ونبدا نعجن في العجينه ديالي في الخلاط لمده 4 دقائق. هنا كما قلت لك ممكن ايضا تعجنيها باليد. بسم الله. ها هي العجينه ديالي. بعد ما عجنتها دهنت يديا بالزيت باش نقدر نتحكم فيها لانها تلصق شويه، الي تري سوبل. فاذا شتي انه تعبتك شويه في العجن دهنيها بالزيت ورايحه تعجنيها بكل سهوله. راني وضعتها في البول اللي دهنته ايضا بالقليل من الزيت، رايحه نغطيها ونخليها حتى تخمر. بالنسبة للحشوة رايحة نسحق إلى لحم مفروم، هنا عندي 300 غرام والكمية تبقى حسب أفراد الأسرة. رايحة نضيف له حوالي 2 ملعقتين كبار من الخبز اليابس المرحي أو لا شابلور، كمية من البقدونس ولا المعدنوس، ملح، فلفل أسود، ثوم بودرة والقليل من الزعتر. نحرك الكل جيدا. ندير كريات صغار، درت 8 كريات لاني رايحه نقسم العجينه ديالي على 8. في مقلاة وضعت فيها القليل من الزيت، رايحه نقلي اللحم ديالي. بسم الله. بعد ما يطيب اللحم من تحت رايحه نقلبو باش يزيد يتحمر من الجهه الاخرى. هنا فقط النار لازم تكون قليله يعني باش اللحم ما يتحمرش بسرعه ويبقى لداخل ماشي طيب، فلازم النار تكون قليله باش نتاكد انه يدخلوا كامل الطياب. وبعد ما يطيب اللحم نوضعه فوق الصحن اللي كنت درت له ورق مصاص ونخليه يبرد جانبا. بعد ما اختمرت العجينه رايحه نحاول نحيلها هذاك الغاز اللي فيها، يعني جو في لا ديغازي. وضعت القليل من الفرينة في طاولة العمل، رايحة نحاول نقطعها إلى 8 قطع. بسم الله. نحاول نفتح كل حبة، نحط في الوسط اون بول تاع اللحم المفروم والقليل من الجبن، ونحاول نغلقها، ندخل مليح هذاك الجبن لداخل ونحاول اني نغلقها مليح، ندورها جيدا باش نشكل كرة. باش ندهن الخبز ديالي رايحه نسحق الى ملعقه كبيره من الزبده المذابه، نضيف لها القليل من البقدونس ولا المعدنوس،
وحوالي فصين من الثوم. بسم الله. نكمل ندهن الخبز ديالي وندخلو للفرن على 200 درجة حتى يطيب ويتحمر. هذا هو الشكل النهائي تاع الخبز اللي درنا مع بعض اليوم، المحشي باللحم المفروم. يجي رائع جدا، العجينه هشيشه بزاف والذوق ديالو بنين بزاف، يعني لازم تجربوه باش تشوفوا الذوق ديالو. الثوم مع المعدنوس سماري تري تري بيان. فوالا، نتمنى انكم تعجبكم الوصفه وتجربوها، واذا عجبتكم ديروا جيم لا فيديو، بارطاجيو لا فيديو، وما تنسوش ايضا ضغطوا على زر الاشتراك. هنا فقط قبل ما نخلص هاد لا فيديو راح نخلي لكم الروابط تاع الصفحه وتاع الجروب وتاع الحساب ديالي اللي تحب يعني تتواصل معايا، راح نحط لكم كامل الروابط في صندوق الوصف. فوالا، نقول لكم الى وصفه مقبله ان شاء الله. صحه فطوركم والى اللقاء.